خبر مفرح لكل عشاق نادي برشلونة وخصوصا محبين ليونيل ميسي. بعد هذا الخبر نادي برشلونة يسعى لاستضافة بطولة فينا لاسيميا اللي حتجمع بين منتخب الأرجنتين ومنتخب إسبانيا. ليش هدول المنتخبين؟ هدول المنتخبين اللي فازوا كوبا أمريكا وبطولة اليورو، فهذه البطولة بتجمع بين فاز اليورو وبطولة كوبا أمريكا. لكن الشيء اللي بجنن العالم جميعا الآن أن نادي برشلونة قدم عرض رسمي للويفا الاتحاد الأوروبي أن تكون هذه المباراة في الكامب نو الجديد. تخيل معي ابن النادي لامين جمال اللي حلو يلعب أمام ليونيل ميسي سيلعب أمامه، يمكن يكون في الكامب نو الجديد. تخيل معي أول مباراة في الكامب نو الجديد يمكن تجمع بين ابن النادي لامين جمال واللاعب السابق وابن النادي الأصيل ليونيل أندريس ميسي. متخيلين معي سيتحقق حلم لامين يامال ويتحقق حلم حتى مشجعين برشلونة. في هذه البطولة آخر من حققها منتخب الأرجنتين على حساب منتخب إيطاليا، وأكثر من حققها ومنتخب الأرجنتين